بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحياء هو خلق عظيم، وهو من شعب الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. ووصف الله سبحانه وتعالى الفتاة الصالحة بالحياء فقال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، في سورة القصص، في إشارة إن الحياء خلق أصيل يجب إن احنا نورثه في نفوس أبنائنا وبناتنا منذ الصغر. لكن ومع الأسف الشديد في زمن الانفتاح اللي أصبحنا فيه وكثرة المؤثرات الخارجية، أصبح من الضروري جل الاهتمام بأمر الحياء وغرسه في قلوب البنات والولاد كمان، لأن كتير من الناس بتتكلم إن الحياء خاص بالبنات بس وإن الولاد لأ، على الإطلاق. الحياء خاص بالولد وبالبنت الاتنين، وإن احنا نحسن التعامل مع أبنائنا مع فضولهم الجنسي بأسلوب تربوي وأسلوب واعي، لا قمع فيه ولا تسيب. يعني ما نفتحش الأمر على الغارب ونتكلم معهم كلام غير مناسب، ولا يكون في قمع، بس يا بنت بس يا ولد عيب ما تتكلمش في الكلام ده. الدكتور جاسم المطوع المستشار الأسري والتربوي بيؤكد إن الفضول الجنسي عند الأطفال هو جزء طبيعي من نموهم، ويجب التعامل معاه بشكل فيه توازن كبير. بيشير إن الأطفال ممكن يعبروا عن هذا الفضول الجنسي من خلال أسئلة أو من خلال بعض السلوكيات المعينة، وهنا بيجي دور الأهل المهم جدا في تقديم المعلومات المناسبة لعمر الطفل بدون تهويل أو بدون تجاهل للأسئلة دي. في حلقة اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن خلق الحياء وغرسه في نفوس أولادنا وبناتنا، وحدود العلاقة ما بينهم وما بين الآخرين، سواء كانوا إخوات أو أقارب أو جيران أو زملاء في العمل. هل الحياء أصلا له أنواع؟ وماذا لو أولادنا وبناتنا سألونا أسئلة محرجة مش عارفين نجاوب عليها؟ إزاي نجاوب عليها بطريقة تربوية واعية صحيحة؟ كل الأسئلة دي بإذن الله تعالى هترد عليها ضيفتنا الفاضلة الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة. سلام عليكم وأهلا ومرحبا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بحضرتك أستاذة ندى وجميع العاملين اللي معاكي في الاستوديو. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وجميع طبعا المشاهدين أهلا أهلا وسهلا وسهلا فيكم. بحضرتك، أهلا وسهلا دكتورة منى. كنا بنتكلم في الله يسلمك. المقدمة، اتكلمت فيها عن الحياء وعن أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه هو شعبة من شعب الإيمان، ولابد أن احنا نغرسه في نفوس أبنائنا وبناتنا منذ الصغر. خلينا نتكلم مع حضرتك بداية عن مفهوم الحياء. ممتاز، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحياء، عشان بس كمان المشاهدين ينتبهوا في فرق بين الحياء والخجل. الحياء اللي احنا بنحكي عليه ده إحساس داخلي احنا بنربي ولادنا عليه، بحيث هذا الإحساس يكون إحساس إيجابي، يشكل حاجز بين الإنسان ورغباته، بأنه ما يحاولش يسترسل في أمور غير يعني شرعية أو غير محببة أو فيها معاصي أو في ذنوب. هو ده الحاجز، ده الحياء، ده بنسميه احنا الحاجز. ده اللي احنا بنصنعه عند أولادنا من سن صغيرة. حتى هو سبحان الله موجود بالفطرة، يعني موجود بالفطرة. في قابلية اسمها قابليات الفطرة، يعني في قابلية عند أولادنا من سن صغيرة إن هم يقفوا عند حد، بس هذا الحد ده تدريب وتعليم وتهذيب ومتابعة. فإحنا بنزرع هذه القيمة أو هذا الحاجز اللي اسمه الحياء، ليخلي أولادنا ما يتخطوش الحاجز اللي هو يدخلهم في المعاصي أو في الذنوب أو في الحاجات اللي غير سوية، غير لا هي شرعي. عقليا ولا منطقيا. نعم، تمام. يعني مم. التعريف المختصر للحياء اللي للحياة. هو ترك القبيح، يعني إن تمام. أنا أترك القبيح. بينما الخجل، وده اللي المفروض دايما ينتبه له في تربية أولادنا، الخجل هو إيه؟ هو حاجز بس بيمنعك إن أنت تكملي، اه. يعني بيعمل لك عملية انسحاب، عملية هروب من إن أنت تكملي، لأنه أنت خايفة من المواجهة. مم. فالخوف ده عبارة عن جبن، الخوف ده عبارة عن فعل سلبي، بينما الحياء يكمل لك الطريق بس بضوابطك.
لكن الحياة اللي خجل حاب، وبالتالي إحنا لما بنعلم أولادنا إن يعني في فرق بين الحياء وبين الخجل، اه فهذا شيء مفروض جدا. بالظبط. تمام دكتورة منى، احنا دلوقتي شفنا مع حضرتك مفهوم الحياء ومفهوم الخجل والفرق ما بينهم، وايه اللي بيخلينا الحياء له جزء المفروض ان هو بيكون ايجابي اصلا، لكن الخجل بيبقى في جزء منه سلبي وبيخلينا نتقاعس عن ان احنا نقوم بشؤون او امور حياتنا. خلينا ننتقل لنقطة تانية ونتكلم فيها عن انواع الحياء. هل الحياء له انواع، ولا هو المتعارف عليه في المفهوم اللي حضرتك اتكلمتي عنه هو نوع واحد ولا لا؟ وهل لو له انواع نسردها مع حضرتك؟ نعم، جزاك الله خيرا. هو طبعا يعني العلماء الشريعة حكوا عن أنواع من الحياة، علماء النفس حكوا أيضا عن أنواع أخرى، لكن إحنا بيهمنا 3 أنواع أساسية في حياتنا الطبيعية، اللي هو الحياء من الله، والحياء من النفس، والحياء من الناس. لو أن الحياء من الله ده نغرسه مع أولادنا في التربية العقدية من سن باكرة جدا، إن إحنا في حاجة اسمها تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لحرماته، وفي أيضا خوف من الله. ففي أمور إحنا ما بنقربش عليها، بنعلم أولادنا فيها ما نقربش عليها، خوف من الله سبحانه وتعالى. اه فالله سبحانه وتعالى لما أمرنا بستر العورات، أمرنا بعدم تتبع العورات، أمرنا بغض البصر. فالمفروض إن إحنا نستحي من الله سبحانه وتعالى ونتوقف عند هذه الأمور وهذه التعليمات. فبنعلم أولادنا أول حاجة اسمها الخوف أو الحياء من الله. أمم. النقطة الثانية اللي هو الحياء من النفس. لما أمم. بنربي أولادنا على إن يكون أنت عندك كرامة، أنت إنسان حر، أنت إنسان، يعني أنا كنت مثلا بعلم أولادي أنت إنسان مكرم. اه الإنسان المكرم الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم، أعطاك العقل، أنت مفروض ما يبقاش تدني نفسك وراء شهواتك أو رغباتك أو وتوصل للمرحلة اللي هي مرفوضة عقلا ودينا وقيميا. أمم. فبنعلم أولادنا حتى يقف قدام المراية ويتعلم إزاي يستحي من نفسه، أمم. إن أنا ما لا يصح كإنسان مكرم إن أنا أبتذل نفسي في هذا الأمر أو ذاك الأمر. ده ممتاز الحياء جدا. من النفس. وفي حياء بقى من الناس، أمم. داخل الأسرة، داخل المجتمع، في عندنا قيم، في عندنا هي هذه القيم مفروض تبقى واضحة عند الأطفال. من أمم. قيمنا مثلا داخل البيت إن إحنا مثلا أسرار البيت ما تطلعش بره، ايوه فأنت ما يصحش تتخطى هذا الأمر. من القيم داخل البيت إن في أمور مثلا جبنا إيه، عملنا إيه، رحنا فين، كذا، طالما بالظبط. ماما وبابا ما صرحوا بهذا الأمر، يبقى أنت المفروض يعني تقف عند هذا الحد. يبقى هو بيراجع نفسه إن أمم. في قيم حاكمة بتخليه يعني يرتب أموره على إن هو يتصرف شيء معاكس. فبتلاقي مثلا بعض الأطفال لما بيغلط في شيء معين أو كذا بيبقى جاي مكسوف، أنا ايوه. ماما قلت كذا، أنا بابا أمم. تصرفت كذا. أمم. فمهم قوي تعليم أولادنا أيضا الحياء من الناس، إن يبقى في حياء من ماما، حياء من بابا، حياء أمم. من معايير الموجودة داخل البيت، حياء من المجتمع. وده بيتربى عليه الطفل من إيه؟ لما من هو يبذل صغير. العلاقة بينه وبين مثلا أنا دخلت عليه في الغرفة، لا تقوم يا حبيبي، ما تحطش رجلك على رجل، ما ترفعش رجلك في وش باب بالظبط. مثلا يعني. لما بالظبط. دخل جد وجد نروح نبوس ايديهم، لانه احنا بنعلمه، دي بتعلمه الحياء بحيث ما يسترسلش ورا نزعاته او ورا أمم. رغباته، ويبقى خلاص الامور عنده مايعه بين الصح وبين الغلط. أمم. فهذه اهم انواع الحياء اللي بيهمنا عمليا داخل بيوتنا في تربيه اولادنا. نعم. ممتاز جدا يا دكتور. طيب بما اننا ما زلنا بنتكلم على نقطة الحياء، وحضرتك اتكلمتي عن ان الابناء كمان لازم يكون في حياء من الاب ومن الام، مش معنى ان ده بابا او دي ماما ان انا يكون تصرفاتي قدامهم بدون حياء، وكمان نعم. مع الاخرين سواء مع اخواتي او مع جيراني او مع اصحابي. خلينا نتكلم نعم. بقى على نقطة حدود العلاقة مع الاخوات والاقارب والأصدقاء والجيران حتى الأب والأم. هل كل دول المفروض بيكون في بيننا وما بينهم حياء؟ إيه العلاقة، شكل العلاقة الصحيح اللي المفروض يكون قائم ما بيننا وما بينهم؟ ممتاز. هو ده السؤال حقيقة رائع، لأنه فيه شقين، في مم. حدود علاقة جسدية مادية، وفي حدود علاقة معنوية فيها حقوق وواجبات.
أيوه. إحنا في الأول بنعلّم الطفل إن في حاجة اسمها في حقوق وفي واجبات، بس بصورة سلسة، من دون ما نقول له إن في قانون العقوبات حقوق وواجبات لأ، بنعلّمه إن أنتِ مثلًا قاعد مع ماما لأ، مش هينفع ترفع صوتك قدّامها، ما ينفعش تطلب بالشكل ده، ما ينفعش يبقى انفعالاتك بالشكل الفلاني، ما أيوه. ينفعش تتعامل مع إخواتك بالشكل ده، في عنف أو في ضرب أو في أنا آخُد حاجة مش بتاعتي، أو مثلًا لو أنا قسّمت الشوكولاتات وكذا بحيث كل واحد يبقى له لأ، في حدود. أنا إمم. باعلّم الطفل إنك أنتِ دلوقتي بتتحرّك في حدود المفروض ما تتعدّاهاش. لو إمم. حبّيت إن أنتِ تتعدّاها أو تاخُد حق زيادة على اللي عندي، نتفاهم مع بعض، نتحاور مع بعض، نشوف هل أنت فعلًا كنت محتاج هذا الأمر، بس مش على حساب حد من إخواتك. يتعلّم الطفل الأول إن في علاقة راقية بتنظمه في اللي إمم. حواليه، مامته، باباه، إخواته، قرايبه، هذه العلاقة فيها ضوابط وأنا باضبط نفسي في إن أنا ما أتخطاهاش. فعلًا الطفل تمام. بيتعلمها لأنه كده إمم. غلط، كده صح، كده عيب، كده بنعلمه هذه بالضبط. الضوابط. بالضبط. ندخل إمم. بقى مباشرة بعد ما بنعلم هذه الأمور بيستوعبها الطفل من سن إمم. سنتين 3 بيبدأ يستوعب إن في حاجة اسمها كُخ وحاجة غلط وحاجة ما يصحّش. ندخل بقى إمم. في العلاقة الجسدية. في آه، العلاقة الجسدية ودي زي ما مهمة إحنا أوي، أوي يا حكينا يمكن دكتورة. حكينا إحنا المرة اللي فاتت قُلنا إن بنعلّم الطفل من سِن صغيرة إن للجسد ده حُرمة. بالضبط. يعني في مسافة مفروض ما حدش نهائيًا يقرّب على هذه المسافة. أنا إمم. ممكن أقرّب عليها، أنا كأم، أنا كأب هادخّلك الحمام، هاساعدك، هاحمّيك، ألبّسك، أساعدك في اللبس، بس برضه في حدود. يعني إمم. باعلّم الطفل مثلًا من سن سنتين إن هو يستحمى بس يكون مثلًا في حدود العورة يكون مغطيها، إمم. يتعلّم حتى لو أيوه. كان هو أساسًا طفل ما لهوش عورة في سن صغيرة، لكن يتعلّم لأ، لأ خبّي، لأ اعمل كذا. بالضبط. فيبدأ بالضبط. يتعلم إن في حدود للجسد، في حدود للمس، مش من حق أي إنسان أنتِ تسمح له يلمس جسدك. إحنا بنلعب مع بعض بالأولاد وبنجري ونتفاعل وممكن نتعارك وممكن كذا، بس وجود الأم والأب دايمًا وخاصةً الأم، دايمًا عينها على الأولاد لأ، أنتِ كده هتأذيه، أنتِ لمّا بتتعارك معه بهذا الشكل أنتِ إمم. هتأذيه، فإحنا بنفك الاشتباه. هو ما يفهمش آه. إن ممكن يكون أساسًا مش في دماغه إنه يبقى في تماس جسدي من أجل مثلًا المتعة أو الرغبة، لأ، آه. ما فيش عنده إمم. الكلام ده. بس إمم. ممكن يبقى في أطفال آخرين أكبر منه أو أكثر تعرُّضًا لمشاهد لأ، إمم. أنا لازم أحمي ابني بقى. لمّا بيكونوا باعلّمه من مثلًا سِن صغيرة أكثر إن وعيًا في بالأمور دي يا دكتورة، يعني بيسمعوا كلام أكبر مش منهم بس وعيًا، شوية. هو إمم. ممكن يكون أكثر تعرُّضًا في إمم. إن هو يعني يفهم أكتر. فأنا إمم. ما باخلّيش ابني ضحية للي بيفهم أكتر أو حتى لو ما كانش بيفهم، لكن من باب اللي التجربة. إحنا بنسميها شوية يا دكتورة سابق سنه شوية. ممكن سابق إمم. سنه وممكن يتعرّض لشيء أنا ما باعرّضش ولادي له، آه. فبالتالي أنا باحمي إمم. أولادي في موضوع الإخوات وموضوع الأقارب وموضوع الأصدقاء، إن يبقوا دايمًا تحت عينيّ. يعني هو الطفل ما لوش ذنب، لمّا يبقى 3، 4، 5، 6، 7 سنين ما لوش ذنب، أنا المفروض أبقى المتواجدة، أنا اللي باحط الحدود، أنا اللي باعلّمه، أنا اللي بانتبه في حالة مثلًا هُم بيلعبوا، لأ حبيبتي بكرة تلعبي مع ابن الجيران، بس الولاد والبنات مع البنات، وحتى أيوه. الولاد مع الولاد عينك إمم. عليهم 10 على 10. لأنه الموضوع ده خطير جدًا. يعني أنا مثلًا من خلال مشاهداتي وملاحظاتي مع الأولاد عندي والأولاد يعني إمم. المعارف اللي أعرفهم، لأ إمم. حتى الولد حتى البنت مع البنت، في حدود وفي ضوابط. حدود. بس آه. مين اللي حط الحدود دي؟ الطفل ما يدركش. الطفل وهو بيلعب وهو بيتنطط وهو مبسوط وهو فرحان ما بيدركش هذا الأمر. فأنا لمّا بادرك باحاول إمم. أنبّهه بقى ساعتها، بس بهدوء وبشكل كويس جدًا. أنتِ إمم. كنتِ بتلعبي مع صاحبتِك، مع أختِك، مع قريبتِك، مع كُلّه، بس بُصّي على حبيبتي ما تنسيش إن كل واحد يحافظ على نَفْسه، كل بالضبط. واحد يبقى له إيه، في حدود ما حدّش يقرّب عليكِ، ما إمم. حدّش كذا. هتسألِك ليه؟ ممكن السؤال ده ليه؟ إحنا بنحب بعض، ليه أنتِ تمنعيني إن إحنا نقرّب بعض؟ لأ، هنا إمم. ساعتها بقى الإجابة ما لهاش دعوة بالبنت دي، آه. الإجابة لها دعوة إن أنتِ بتحافظي على جسدِك، بتحافظي على دي المسافة المفروض كل إنسان يحافظ عليها.
تمام. فالنقطة احنا دي كمان مهم بنشوف بعض قوي مع التصرفات يا أولادنا. دكتورة من الأولاد وهم بيلعبوا مع بعض مثلا. أعزكم الله الاتنين عايزين يدخلوا الحمام مزنوقين، دخلوا الحمام مع بعض مثلا. ده مثلا بيغسل ايده والتاني مش عارف بيعمل ايه في الحمام، وعادي لما يطلع من الحمام: ايه انتوا الاتنين مع بعض في الحمام؟ اه كنا في الحمام، هو كان بيقضي حاجته، انا كنت بغسل ايدي مش عارف ايه. فالفكرة نفسها ان هم شايفين ان الامر عادي، مفيش مشكله ان انا ادخل الحمام مع اختي، ادخل الحمام اعزكم الله مع بنت ما احنا عمي قلنا صاحبتي كده. ما احنا قلنا المشكلة مش عند الأولاد، المشكلة عندنا احنا فين؟ احنا اللي احنا فين من سمحنا من الموضوع ده؟ الاول. احنا فين من الموضوع ده؟ ما احنا كمان في موضوع الحياء لما كنا بنحكي موضوع امم. الحياء، ما هو لما بنعلم اولادنا الحدود الجسديه بنعلمهم في حاجه اسمها الحياء البصري واللفظي والسمعي والسلوكي. ما هو ده تربيه الحياء مش كلمه تقال. ما انا لما اعلمه مثلا ان انت المفروض لما تلاقي حد مثلا عورته باينه او لا تغض من بصرك، نبدا من سن صغيره نعلمه غض البصر. لما امم. بنيجي مثلا في الحياء اللفظي بنعلمهم عفه اللسان، ان انت المفروض ما تنقلش اي شيء تسمعه مش كويس، ونفس الحكايه ما تقعدش تعيد وتزيد في الموضوع. امم. ونعلمه مثلا الحياء السمعي، ان انت لما تسمع كلام مش كويس تعالى قول اه. لماما، وماما امم. تقول لك ان ده كلام مرفوض احنا نسمعه تاني. تمام. نفس الحكايه بالنسبه للسلوك، الحياء امم. السلوكي ده عباره عن اداب. ما هو احنا من قيمه دي عباره عن فكره وعباره عن سلوك. لما بنيجي بنعلمهم مثلا اداب دخول الحمام، امم. منين هيدخل معه حد تاني؟ مش هيسمح. يعني انا اه. مثلا عندي حفيدتي دلوقتي واثنين داخلين الحمام زي ما انت بتقولي يغسلوا ايدك، لا اه. انتظري بره شويه. مين اللي اه. ينتظر؟ الكبير. احنا بنقول دايما الكبير ينتظر، لان امم. الصغير ما بيدركش. حتى تقولي انت عقلك اكبر تفرح قوي تنتظر تستنى، اه. ما هو عشان هو بقى عقلها اكبر. انا بعلمها اداب دخول الحمام. هي خايفه مثلا من ان هي تدخل الحمام لوحدها، امم. تعالي يا تيتا معايا، بقول لها باجي معاكي بس نوارب الباب. يعني يلا هقف اعملي حمام هقف بره وخلصي وارب الباب. وهطمنك وان انا ما موجوده. حدش هيعدي في الطرقه ويشوفك ولا اي حاجه، لانه انت انسانه مسلمه عندك حياء. ده امم. حتى لو محفظه حفيدتي وهي صغيره دايما تمشي تقول لي انا مسلمه عندي حياء. ما هو لازم يبقى في سلوك. انا امم. مسلمه عندي حياء بمعنى ايه؟ ان انا في اداب مثلا دخول الحمام، اداب لما انا بالتاكيد. استيقظ واغير مثلا البيجامه البس لبس البيت، يبقى انا امم. بس استاذن بوارب الباب، بقول للناس انا ما حدش يفتح الباب طالما هو متوارب او مقفول لغايه ما اه. انا اخلص والبس. كل هذه تمام. الاداب، تمام. وخاصه في موضوع العوره ده امم. لازم نتعلموا الخصوصيه. لو ما تعلموش الخصوصيه هيبقى كل حاجه هتدخل بقى في موضوع التحرش، هيبقى ايوه. كل كل حاجه حاجه هتكون عادي. مباحه للاسف. بالظبط. لا طب وكل حاجه دكتوره، عادي. طيب نعم. احنا دلوقتي بدأنا نعلمهم تمام، وبدأنا حضرتك نعم. حتى قلتي في خضام كلامك ان احنا ممكن تبدأ تسألني وتقولي طب ليه، والسؤال هيجيب سؤال والسؤال هيجيب سؤال نعم. وابدأ انا كأم وهو كأب يتحط في موقف محرج لبعض الأسئلة الناتجة عن او النابعة من الفضول الجنسي. انا عايزة اعرف ليه شكل مثلا عورة الأولاد غير البنات، والسؤال الدارج والمشهور اللي كل الأمهات والآباء بيتسألوه: ماما احنا جينا ازاي، انتي خلفتينا ازاي؟ فتجاوب الأم الإجابة اللي برضو مشهورة عند الجميع: رحنا عند الدكتور وهو ادانا عند الدكتور يعني رحت عملت العملية وانا خدتك ومشيت. او إجابة أخرى: رحنا عند عمو بتاع النونو وعمو اداني اداكي ليا وخدتك ومشيت. وإجابات يعني غير تربوية سطحيه نهائي وغير منطقية أصلا، والأطفال تلاقيهم بيبصوا نعم. كده: إيه اللي عمو بتاع النون وإيه اللي الدكتور اداني ليكي ومشينا. نعم. فخلينا نعم نشوف بقى يا للاسف. دكتورة، إحنا لما نتعرض للأسئلة دي المحرجة دي الناتجة عن فضولهم الجنسي نرد إزاي؟ بالضبط، هو ده سؤال رائع حقيقة. يعني إحنا عايزين الأول نقول للأمهات والآباء المشكلة فيكم مش مشكلة في أسئلة الأولاد، مم. لأنه السؤال ده بحد ذاته معناه إن في دماغ بتشتغل، في عقل بيفكر. الحوار والقدرة على طرح السؤال ده شيء رائع جدا، بينبئ على إن إحنا معانا قدرات عقلية لو تم استثمارها صح هنبقى مم. معانا ناس بس هي المشكلة فينا إحنا لا عندنا الفهم لطبيعة المرحلة، كل مرحلة بيعدي فيها الطفل.
يلي هي ايه طبيعه اللي حكينا يمكن عليها المره اللي فاتت، ان لازم نعرف خصائص كل مرحله. فلما مثلا بيجي في مرحله الطفوله هنلاقي ان من خصائص مرحله الطفوله الاسئله الفضوليه، سواء كانت في الجنس او في غير الجنس. يعني في بيبقى اسئله لانه الطفل عايز يتعرف على العالم، عايز يتعرف على الدنيا اللي حواليه، عايز يتعرف على يربط بعض الامور في بعضها ويشوفها. فهو ده منطقي ان هو بيفكر وبيحلل وبيستنتج. يبقى انا هنا لازم اعرف ان هذه الاسئله ليست من باب الاحراج ولا ليست من باب هو ده الخجل اللي احنا حكينا عليه، ان انا انسحب واهرب او بالظبط. اجيب اجابات غير منطقيه او سطحيه. للاسف لما الاولاد بيعرفوا الاجابه الصحيحه في ايام، المردود الفوري في عقليه الطفل يكبر شويه وبيعرف ان امه وابوه اجابوا اجابه خاطئه او غير صحيحه او بيضحكوا عليه، ايوه. بتسقط تماما في امه نظره. وابوه في نظره. ما عادش انت ست مقنعه بالنسبه لي، ولا الاب بقى شيء مقنع بالنسبه لي. ليه؟ لانه كل كلامكم اللي هتقولوه حتى لو كان ربيناه على قيم وحاجات صحيحه هيبدا يشك فيها. خلاص انت بالنسبه له مش مصدر ثقه، مش مصدر ان انا يعني اخذ منك المعلومه الصح. فبنقول للامهات والاباء مشكله الاسئله الفضول الجنسي دي بتتعلق بكم انتم، بتحتاج منكم ثقافه، محتاج منكم ذكاء في الرد، لانه كل سؤال له اجابه على حسب سن الطفل، وعلى حسب الحاله اللي اتسال فيها، وعلى حسب مدارك الطفل. انا ما بحملهوش فوق طاقته. فبالتالي لما بفتح دلوقتي الفيس او بفتح الصفحات اللي بتتكلم عن ازاي تردي على اولادك وتجاوبي عليهم، تلاقي كلام كله غير علمي، بالعكس كلام مخرب. يقول لك عرفيهم طبعا الحقيقه، لازم يعرفوا حقيقه ايه. الطفل ما بيدركش اشياء كثيره، وطفل عن طفل بيختلف. في طفل ادراكه بسيط، فانا لازم تبقى اجابتي بسيطه. في طفل ادراكه معقد، انا لازم اعرف هو ادراكه معقد ليه، في اي سن هو ادراكه معقد، واعرف اجاوب بناء على هذا الادراك، بحيث اغطي عنده جزئيه وما فتحش معه جزئيه ثانيه. يعني معناها ان انا مفروض كأم واب ابقى اذكى من الطفل وهو بيسال، تبقى اجاباتي اكثر ذكاء من الطفل. فلما بيجي الطفل مثلا عنده 3 سنين او 4 سنين، طبعا غالبا بيبقى في السن ده بيبقى ادراكه بسيط، لانه لما بنقرا من خصائص الطفل في ادراك بسيط، ما عندوش الادراك المركب. فبنبدا نديله اجابه بسيطه. ماما انت جبتيني منين حبيبي؟ شايف بطني ديت؟ البطن دي الله سبحانه وتعالى خلق الام الحلوه اللي انت شايفها دي، انت عارفه حتى بتدي له اجابه يبقى فكر في بعض النقاط الثانيه. ادالك ماما حلوه جميله تقدر تجيب اطفال حلوه زيك، هات كده بوسه. هو ما يدركش اكتر من دي. مثلا يعني ممكن يجي لك طفل عنده 4 سنين يسالك سؤال مركب، او سمع شيء من بره. فكل طفل له حالته في الإجابة، مفيش إجابة عامة تقدري تديها لأي طفل لأي سؤال. طب دكتورة اللي منى، بيعطي أخيرا إجابة عامة قبل بيدمر. الختام، أنا مثلا لو أنا مش عارفة أرد على ابني أو بنتي أو محرجة، ممكن أقول له طيب ممكن تديني وقت أسأل مثلا وهرد عليك بكرة، وأروح لحد بالضبط. مختص أسأله وأقول له قول لي أجاوب إزاي؟ أنت عارفة الجزئية دي خطيرة جدا، بتعلم حتى الأولاد الصدق في الإجابة. يعني لما أنت تعلميه، يعني أنا تعرضت لهذا الموقف لما كان أحد أطفالي صغير، فحكيت له قصة مباشرة، تركت الإجابة وحكيت له قصة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن مش أنت بتحب سيدنا محمد؟ أه بحب سيدنا محمد. فجه واحد سأله، فبيقول له سيدنا محمد رد عليه، يعني أنا عشان ما أطولش على حضراتكم، كان سؤاله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا هسأل من هو أعلم مني. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فيسأل مين؟ سيدنا جبريل. يقول له يا سيدنا جبريل في سؤال أنا عايز أعرف إجابته. الإجابة. بيقول له أسأل من هو علمني وعلمك. أنت هنا بتعلمي الطفل إن أنا بعرف، لكن لو في حاجة ما بعرفهاش بسأل الأعلم مني. فقعدت البنت كانت تسألني، فانبسطت جدا، نسيت السؤال بتاعها ومسكت في موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيسأل من هو اعلم منه. فذهب سيدنا جبريل الى الله سبحانه وتعالى وسأله فاجابه، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه للسائل من الصحابي هذه الاجابه. فاحنا بنعطي هنا، بنفتح فرصه للاولاد ان انا ممكن اجاوبك دلوقتي،
وممكن أسأل من هو أعلم مني، هيسألك بابا بالضبط. مباشرة يقول لك بابا، ممكن نسأل بابا، ولو بابا ما يعرفش ممكن نسأل من هو أعلم من بابا، في أعلى حاجة منه. اسمها علماء. تمام. بتعليم الطفل المنطق في السؤال والمنطق في تلقي الإجابة. نعم. تمام جدًا يا دكتورة. الحقيقة إحنا وصلنا لختام حلقتنا، ولكن إحنا ما زلنا مستمرين مع حضرتك مع كل المشاهدين والمتابعين في سلسلتنا اللي إحنا بدأناها من عدة حلقات عن أبنائنا والتربية الجنسية الصحيحة، طبعًا من القرآن والسنة. باشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة، على وجودك معانا وعلى هذا الطرح المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعًا على تربية أولادنا تربية صحيحة على الوجه الذي يرضيه عنا يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.